إذن مشاهدينا المجتمع بما يحيط به من صراعات ثقافية تستهدف تذويب شخصيته وانسلاخه من مبادئه ليدخل في عباءة ثقافات أخرى، كما يزود الإعلام التربوي الطلاب بالخبرات من خلال وسائل الإعلام المختلفة ويجعله على صلة بالقضايا التي تدور في المجتمع، سواء قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. حول هذا الموضوع مشاهدينا يسعدنا أن يكون معنا الدكتور حمد الرشيد، أستاذ بكلية التربية في جامعة الكويت ومستشار بمكتب وزير الإعلام سابقا. دكتور حمد، صباح الخير وأهلا بك معنا في صباح الخير كويت. صباح الخير دكتور حمد، حياك الله ويانا. إذن هو موضوع يعني جد مهم وجد شيق، سنتحدث عن الإعلام التربوي. كيف يعني برز الإعلام التربوي على الساحة الثقافية دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في الحقيقة الإعلام التربوي هو علم حديث يعني على الساحة مقارنة في العلوم الأخرى. طبعا لما نتكلم عن الفلسفة والتربية والجغرافيا وغيرها، فهذا العلم تقريبا في مجال العلوم كعلم يعني، وليس كمعرفة وغيره. طبعا في فرق بين العلم والمعرفة. العلم أن يقر في قضايا منهجية. هذا الإعلام التربوي طبعا من منتصف الثمانينات أو قبل يعني بأوائل الثمانينات 1980. هو في متكون من كلمتين: الإعلام والتربية. فالإعلام والتربية هذا هو الذي نريده كإعلام هادف. يعني البعض يقول هو إعلام ديني، إعلام إسلامي، إعلام كذا. هو تقريبا يعني يشمل جميع الأنشطة الموجودة، لكنه احنا نبي نربط بين الإعلام وبين التربية. يعني الإعلام كمفهوم يشتمل على التربية وعلى الإسلام. الإعلام التربوي يشمل على جميع الأشياء اللي يعملها الإعلام، زايد على المفاهيم التربوية. فهو يعني تثقيف مثلا الأخلاقي والتثقيف الاجتماعي. أيوة، يحتوي هذه المجالات. يعني احنا في قضية تعريف المفهوم يعني أخذنا مدة على أساس أن احنا يصير يعني فيه هذه من المشاكل اللي واجهتنا أيضا، هي قضية غموض المفهوم. لكنه اسم ممتاز يعني جيد. فهو يحوي على الإعلام، والإعلام له تعريف، والتربية لها تعريف، والتعليم له تعريف، والتعليم له تعريف. إذا ما حاولتوا دمج والإعلام التربوي، ما حاولتوا تصلون إلى مفهوم شامل لمفهوم الإعلام التربوي؟ طبعا في مفهوم، يعني هو محاولات بصيغة غير رسمية. يعني الصيغة الرسمية هي أن تتبنى الدول. يعني احنا نبي في الأمة العربية مثلا أن تتبنى مفهوم واحد، لكن الذي حصل أن كل دولة أخذت لها يعني، وبعدين اجتمعنا كتمارين يعني كمنظرين كعلماء. دول تقصد اجتهدوا في دول عربية إسلامية؟ دول العربية نعم. أو إذا كان هناك يعني احنا كدول عربية طبعا أخذناه متأخر، لكن في تجارب دولية يعني أمريكا وكندا والسويد وغيرها ما عندهم مشكلة يعني، حلوها من يعني. لكن احنا قاعدين الآن نعاني يعني من قضية أول شيء غموض كثير. يمكن انتم بأسئلتكم في أثناء الحوار قد يكون هناك نوع من يعني المفهوم هذا شوي شوي يعني. أنا الحقيقة عندي كتاب اسمه الإعلام التربوي، فمحاول هذه القضايا أني أنا أتفهمها على الثقافة يعني. يعني هو كل ما يتصل، ربما أنا فهمت، كل ما يتصل بالسلوك، سواء السلوك هو يشمل السلوك. يعني خليني أقول لك التربية بمفاهيمها العفو الجامدة، ونبي تحركه الإعلام بالحركة والألوان وغيرها. فنبي يعني المعلم يتلحلح شوية، يتحرك يعني، أو البرامج التربوية يعني عموما نبي يعني فيها نوع من، خصوصا اللي يهتمون بالإعلام التربوي. والإعلامي يجب أن يكون فيه مثل ما تفضلتي السلوكيات والأخلاق والقيم وغيرها. يعني نقصد الإعلامي كل إعلامي يعني، من الفنان والمخرج
والمؤلف والمنتج والقيرة والمذيع. نعم. يجب أن يكون فيه حس خلينا نقول تربوي أخلاقي، يعني ما ودي أقول، لكن في بعض الفنانين هل هو يخرجوا. يعني ظهر ذكرت في الثمانينات، يعني مع بداية هذه الطفرة التكنولوجية وانتقال القنوات الفضائية نعم. التي غزت عالمنا العربي، نعم. هل يعني كردة فعل مثلا، مو ردة فعل، أو لكن هو كنوع من تنوير، يعني خوفا على ثقافات غربية دخيلة على ثقافتنا؟ هو بقدر ما هو يعني العلم، هو العلم عندما يبحث أو يبحث باحث علمي يجب أن يكمل شيء موجود أو يخترع، يبتدع يعني في علوم الإنسانية خصوصا. يعني احنا عندنا منتجات علمية، إنجازات إبداعية، لكن احنا عندنا مثلا في يعني اللي يسمونها هيومانستيك أو الإنسانية أو نعم. الاجتماعية، فلازم نبدع يعني هذه البحوث. ففي سنة 1980 اجتهدوا في هذه القضية وأبدعوا في البحث، فقالوا يعني الإبداع الفكرة مع فكرة تصير فكرة. نعم. حلو. يعني فكرة حلو دكتور حمد، يعني احنا الحين نشوف يعني وين دور الإعلام التربوي، بخصوص نشوف الحين مثلا أطفالنا ينجذبون ناحية الأفلام الغربية أو ما يعرض من الغرب، بعكس ما يتقبل أي شيء من العربي، من يعني من العرض العربي أو البرامج العربية. شنو السبب أو وين دور الإعلام التربوي في هذا الخصوص؟ هو احنا هذه القضية اللي احنا الحين يعني قاعدة تواجهنا، وهي نقول تحدي يعني كل القضية طبعا تحتاج إلى الجودة، إلى مثلا الحركة، إلى الألوان، إلى هذا في يعني إنتاج فيلم متحرك، يعني مثل رسوم متحركة اللي يسمونه الأطفال بابايات، يعني هذا يحتاج إلى مئات الألوف ويمكن يوصل إلى ملايين، مثلا إنتاج ياباني مثلا أو إنتاج أمريكي أو إنتاج نعم. يعني ليش يصير هو نمبر 1 يعني في قضية الدخل؟ لأن إذا ما جاب هذا، يعني هم طبعا يدرسون دراسة جودة، فقضية النفسية تدخل، قضية الاجتماعية تدخل، قضية التكنولوجية تدخل. يعني الآن مثل ما تفضلتي قضية التكنولوجيا الآن بس لها انعكاس كبير دكتور على تأثيرها طبعا مستقبل أطفالنا. ما في شك أن تأثيرها مستقبل. بارك الله فيك. يعني هم الحين يأخذون باللا شعور، يعني باللاوعي. فهي هذا اللي تكون الثقافة. الثقافة شنو؟ الثقافة هي تقريبا احتواء مرجعي من التنشئة. يعني أنا كل ما من يوم أني مثلا أعي، أو من الطفل لما يعي في هذه القضايا فيأخذ تراكمات ثقافية فيتعامل ويسلك هذه القضية. فلما كنا قبل نقول يعني والنعم، أفا عليك، حط بالك، أصبح الآن يعني أو مثلا يعني السلام عليكم، صباح الخير، مع السلامة، لا أصبح الآن يعني اي هاي باي باي، يعني حتى يعني صح، بعد المفردات تسوقت لنا وصلت لنا وتأثر فيها مجتمعنا. والمشكلة هذه قضية النقل والتقليد اللي ما في يعني لازم نفرقها من احتوائها الاجتماعي. يعني حتى أحيانا نشوف يعني أغاني ولا أهازيج ولا يعني كلمات في التلفزيون يابانية. نعم صح. فلازم احنا يعني قضية التعريب. الطفل هو يمتص، يعني لا شعوريا يمتص الأشياء. أيوة هذه القضية، أن الطفل يقعد ساعات كثيرة. كان عندنا من قبل افتح يا سمسم، أشياء هذا تربوي. نعم هذا تربوي. نعم. هذه يعني من البرامج يعني نفتقدها حاليا. بس الحين وينها؟ إما نفتقدها حاليا. هذه ودنا احنا سوينا طريق السمسم، افتح يا سمسم. نعم. فسيسم ستريت سووها يعني افتح يا سمسم، ونجح الحقيقة. أذكر أنا كنا الأطفال الصغار يقولون افتح أبوابك يا سمسم نحن الأطفال. فكان يعني مثل يعني الأهازيج هذه يعني تعطي الأطفال حركة. كلام جميل الدكتور حمد الرشيدي. احنا تداركنا الوقت ومضطرين نطلع البرنامج المؤشر. زميلنا هناك منصور، لك كل الشكر لك دكتور.